تفتكروا ليه العبد قدم دعوى قضائية على بلبن في حين انه كان يقدر يرد عليه بإعلان؟ وجهة نظري الشخصية، عشان البوزيشننج يعني ان احنا حاطين البراند بتاعنا في حتة معينة ما ينفعش ننزل عنها ولا ينفع نغيرها. وقريت بوست النهاردة للأستاذ عمر طاهر أتفق معاه بشدة، بيتكلم فيه على الاستراتيجي اللي متبعاها بلبن، مش بس في الإعلانات، حتى في البرودكتس بتاعتها. وهي استراتيجي الشراهة، احساس ان الحاجة لازم تبقى اوفر ونحط عليها حاجات كتير ويجيب كل الانفلونسرز يتكلموا عنها، نبين قد ايه احنا جامدين وبنفتح فرع كل يومين. هي دي الاستراتيجي اللي هم ماشيين بيها، تتفق معاهم تختلف معاهم، يعجبوك ما يعجبكش، بس هي دي الحقيقة. وهم عاملين لنفسهم البوزيشننج ده، مش هينفع يغيروها برضو بين يوم وليلة. ولكن العبد مش شبههم، ومش معنى ان هو ما ردش عليهم ان هو ما يقدرش ما يردش عليهم. ساعات كتير بتكون قادر تعمل حاجة، بس الصح ان انت ما تعملهاش. الصح بتاع العبد ان هو ما كانش يعمل كده، يا اما كان يتجاهل تماما الرسالة الاعلانية اللي هم عملوها، يا اما يرفع دعوة قضائية، يا اما ينزل بيان. انما يعمل شغل ربات ويدسوه فيدسهم، كانتش هتبقى حركة حلوة خالص منه، كان هيبوظ البوزيشننج بتاعه. ويا ريت تبقوا عارفين ان احنا لازم نحافظ على البوزيشننج بتاع البراند تحت اي ضغط. وفي حاجات كتير قوي ممكن نعالج بيها الموقف ايا كان ايه هو، غير ان احنا نلعب في البوزيشننج بتاعنا.